السلام عليكم. كنشكر هذه القناه هذه اللي هي قناه جاليه تي في اللي تتعامل معايا استجواب هذا مباشره، يعني من مدينه عجمان في الامارات. اول شيء النقاش اللي غيكون اليوم، الموضوع اللي غيكون اليوم بالخصوص الاغنيه المغربيه الشعبيه. فانا تعرضت لبزاف ديال الخرسانه وبزاف ما يسمى بالاغتصاب الفني. هذا من جهه. تنشكر الناس اللي حاضرين دابا وتتفرجوا فينا والجمهور المغربي. كاينين هما بزاف ديال الناس، ولكن منهم واحد الفئه اللي هي تستعمل ما يسمى باللغه ديال البيروكي. يعني ما معناها؟ تسمع اغنيه وتشوف الشخص اللي غنى ديك الاغنيه يعني مازال في الطريق، يلاه في الطريق يعني، ويستغل ديك الاغنيه ديالو ويردها في الاسم ديالو ويغنيها للجمهور المغربي. فهذه تتسمى القرصنه، واكثر من القرصنه حنا ولينا نسميوها في المغرب ما يسمى بالارهاب الفني. فصبرنا بزاف، شحال وحنا صابرين وشحال صبرنا في الاغنيه المغربيه. انا كشخص اعوذ بالله من قلت، انا كفنان مغربي تعرضت بزاف ديال الاغتصابات، على درجه انني هملت وبعدت. علاش؟ لان انت تشوف القصف، تتعرض للقصف وما كاينش اللي غادي يساعدك لهذا القصف هذا. نقولوا الدروا ديتور في المغرب ما كان فيه دروا ديتور، ما يسمى بالتاليف، حقوق التاليف لا شيء، ما كاينش منها. يعني انا وجهت الاغاني ديالي من قبل في الرباط لحقوق التاليف يعني مباشره عندهم، وحفظت الاغاني، جميع الاغاني ديالي، ولكن تنسمع الاغاني ديالي تيتغناو وبعض الناس تيغنيوهم. انا نقدر نذكر الاسم ولا ما نذكروش كاع. فمحلاها شوفها عندك، راه ماشي محلاها ضحكه، هذيك راه الضحكه هذيك اللي درتي لراسك. هذاك الاغنيه هذيك نابعه من الاطلس، من الجذور. تعرف الفنان اللي تيكون عنده الجدر واخا تيمشيو الوراق تيبقى الجدر. اما انت المشكل ديالك وليتي تتنقرض في المغرب. المشكل اللي ولا عندك في المغرب ان العصر ديالك بدا تينتهى. عرفتي علاش تينتهى العصر ديالك؟ لحقاش حنا بهذا المعنى كما تنقولوا المغاربه عاقوا بك، والمشكل كبير الا عاقوا بك المغاربه، الا تفليتي عليهم تتغني لهم اغاني ديال الناس. ان انت ما تقدرش تمشي تشري اغنيه. كاينين الكتاب في المغرب واجدين تخلصهم. علاش ما تقدرش تعطي الفلوس؟ صعب باش تعطي الفلوس باش تشري اغنيه وما تترضاش بهذه القضيه، تتسنى حتى تيشريها واحد ويغنيها وتغنيها انت. ماشي غير انت، كاين حتى الاخر حتى هو. فانا يا سيدي غريب، ما عندي دلال وما عندي لا خي لا حبيب لا من يونس القليب. والله ما خليت الوالده ديالي تنعس نهار كنا تنصيبوها ويجي واحد ويدير لها الراق، الله يعاون، تتسمى بديالو. محلاها شوفها عندك نابعه من الاطلس، من الالحان الاطلسيه. انا ولد خميسات وعشت في كازا 20 عام، وتنسكن في درب كبير حي الامال، وتنعرف الدار البيضاء وعارفني كيفاش كنت انا. والحمد لله كنت خدام في شركه سونيا ديسك، وكنت تنشوفك فين هو حميد ولد درب كبير اللي حركتي انت وياه في امريكا. كنت تخدم مع مصطفى بورغون وسول عليا مصطفى في 1985. انا ما خليت فين لعبت انا، ولكني بعدت على هذا المشكل هذا. انا علاش اليوم بغيت نواجهك على ان سولك السيد قال لك الاغنيه ديال الجوبير اللي هي محلاها شوفها عندك، وقلت لي ماشي ديالو. انا في حياتي عمرني غنيت شي اغنيه ديال شي واحد. خصك تعرف هذه القضيه وتيعرفوني الناس في المغرب. تنعتمد على راسي، ما تنبقاش نسرق عباد الله. انا ماشي بيروكي، انا ما رضاش نغني شي اغنيه ديال شي واحد. هذا الشيء عشتو امريكا في 1942. انت ما تعرفش هذا الشيء هذا، كنت باقي الحمى 1942 باش بدات ما يسمى بالدروا ديتور. منين نشات في امريكا. لكن الان واحد يغني اغنيه ديال شي واحد تيموت، تيقتلوه نزاعات وحروبات في الدجاج والبلوز والكانتري. انت ما تعرفش هذا الشيء هذا، ولكن الحمد لله مازال ان شاء الله وغادي تشوف. محلاها شوفها عندك، واللي شاف كيقول ديالي واش طنطي بالي. ونزيدك اغنيه اخرى عاوتاني، داك حبيبي وشافوني واقفه معاه، حساداش خديتو وموت وياك ديتو، ما مشات جاب ميمتو وقالت لي بلك احداه. هذيك ديال القرواني عبد القادر وشريتها منه انا، لحقاش انا تنشري الاغنيه وتنجلس عليها في التلحين، لحقاش انا نابع من الاطلس، وتتعرف الناس ديال الاطلس كلهم.
وتعرف الكتاب، شري اغنيه ما تقدرش تشري. انا فلوس الاموال ديالي الخاصه يعني اللي استفدت منها فنيا، مثلت فيلم انا عزيز عليا الثقافه المغربيه وتنغير عليها، تنغير على ثقافتي. انا درت المسرح ودرت السينما والحمد لله، ولكني من وقع هذا المشكل هذا غادي نرجع للفنانه وغادي نرجع بالطريقه ديالي. وعلاش ما تعاودش انت باغيه واحد وعاود ثاني داك الديسك ديال انت معلم؟ علاش هما راه بانوا عاودهم، راه مزيانين هذوك. ولدني ما تقدرش، صعيب عليك هذا الشيء هذا التربيه الفنيه ما عندكش لو كان عندك. ولكن الحمد لله من المغاربه ولاو تيفهموا هذا الشيء هذا. شكرا لكم وما زلنا مع هذا اللقاء هذا، فاصل ونواصل.